اول حاجه هنتكلم احنا ازاي بنفتح الريموت من غير ما نجرح ولا نبهدل الريموت، من غير ما نكسر فيه حاجه، نبقى فاهمين فكرته هو بيتفتح ازاي عشان نفتحه بطريقه صح. يفضل ان احنا ما نستخدمش مفك، ما نستخدمش سكينه، ما نستخدمش اي آلة حادة عشان نفتح بيها الريموت. اللي هنستخدمه كلنا كله ان هي الضغطه الصح في المكان الصح في الريموت. اي ريموت بيبقى مقفول ببنوز او دسر او شفه صغيره في كل مكان من الاماكن دي، الناحيه دي والناحيه دي. فاحنا لو عرفنا الاماكن دي او خمنا الاماكن دي في اي جهاز او في اي آلة بلاستيك هتبقى سهل ان احنا نفتحها من غير ما نكسر حاجه. هنيجي هنا وهنضغط ضغطه بسيطه بايدينا، ضغطه بسيطه مش اكتر، واحنا بنضغط ضغطه بسيطه لتحت هنسحب دي سنه واحده لبره. طب تاني، ادي الدسره الثانيه، سمعنا التكه، ادي الدسره الاخيره. تمام. لو بصينا هنا الكاميرا تقرب، ادي المكان اللي بايته فيه الشفه او الدسره او البنز البلاستيك او البروز البلاستيك. احنا كده طلعنا ده وطلعنا ده. نيجي في الناحيه الثانيه نعمل نفس الكلام، احنا بنضغط في المكان بتاع البنز، بنضغط في المكان بتاع البنز ضغطه بسيطه، وبنحاول نضغط ضغطه لورا عشان تفتح الجهاز نفسه. كده احنا فتحنا الجهاز من غير ما نكسر فيه اي حاجه، ولا من غير ما نخلي يبقى فيه تجريح ولا فيه حاجه باظت مننا. بنطلع الشاسيه بتاعنا بالراحه كده خالص وبنركنه هنا. احنا عارفين الترتيب بتاعنا ده، راكب هنا كده في بنزين دايما نخلي بالنا منهم. كل ريموت طبعا بيبقى ليه مواصفات خاصه، يعني مواصفات غير التاني. ده هنا في بنزين بلاستيك، دول لازم يكونوا بايتين في الفتحتين دول عشان تتاكد ان الضغطه بتاعه الجلده بتاعه الزرار جايه في المكان المظبوط اللي هي بتعمل فيه الكونتاكت او توصل. ده الدليل بتاعه او ده اللي بيخليه ما يتحركش من مكانه. طب دول لو مكسورين ايه اللي بيحصل؟ الشاسيه ده بيتحرك سنه، تلاقي نفسك بتضغط كام ضغط على الزرار عشان يبتدي يدي الاشاره بتاعته للجهاز اللي انت بتستخدمه.